أصلح بين متخاصمين، اقض دين إنسان مديون، عيش خداما للمسلمين، ولا تعطي للشيطان فرصة أن يوسوس لك أن فلانا لا يعرفك إلا في وقت المصلحة. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. جبر الخواطر هو إنك ترحب بي ورحب بيك، توسع لي في المجلس وتجلسني بجوارك، نتقابل في مطعم، أنت تقوم بدفع الحساب أو أنا أقوم بدفع الحساب، إنك تكون ماشي بسيارتك وتركبني معاك، زوجتك أم أولادك صنعت لك طعاما طيبا، اشكرها واجبر بخاطرها. جبر الخواطر هو عبارة عن حضور عرس وتشييع جنازة وزيارة مريض. جامل الناس